بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. يسعد نادي الذاكرة والتاريخ بثانوية طه حسين التأهيلية احتفالية وطنية بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، الذكرى 77 لتقديم وثيقة الاستقلال. إذن في الحقيقة نشكر على مستوى المؤسسات المندوبية الإقليمية، النيابة الإقليمية، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفضاء الذاكرة التاريخي ببني نصار، وكذلك المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، وإدارة ثانوية طه حسين، وجمعية آباء وأولياء التلاميذ. على مستوى الأشخاص، الشكر الجزيل للصديق والباحث مصطفى الهراوي، الإطار بفضاء الذاكرة ببني نصار على التنسيق، وكذلك أعضاء نادي الذاكرة والتاريخ، وعلى رأسهم التلميذتين النجيبتين نسرين أغودان وأميمة الوركي. إذن تأتي هذه الاحتفالية في ظرفية وطنية أو منعطف تاريخي في تاريخ الوطن. إذن تعرف القضية الوطنية مجموعة من التحولات، التأكيد على الصحراء المغربية، ثم كذلك تلاحم المغاربة مع العرش العلوي، خاصة في مرحلة الأزمات، ثورة الملك والشعب في عهد محمد الخامس ومحمد بن يوسف، ثم المسيرة الخضراء، استجابة الشعب المغربي لنداء الوطن المسيرة الخضراء، ثم تلاحم المغاربة مع العرش العلوي بالقيادة أو مع القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. إذن قبل أن نمر إلى تقديم البرنامج، نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة
وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. فعلا فتح الله على هذا البلد الأمين من كل خير. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. إذن قبل أن نمر إلى برنامج نستمع إلى النشيد الوطني. لأن بشعار الله الوطن الملك سيبقى هذا الشعار خالدا أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قبل أن نمر إلى الكلمات للمؤسسات المشاركة في هذه الاحتفالية. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نمر إلى كلمات المؤسسات المشاركة في هذه الاحتفالية، لابد أن نذكر بأن هذا الاحتفال يأتي في سياقات متعددة. على مستوى الشكل فهو عن بعد نظرا للجائحة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع، ونسأل الله أن يرفع علينا هذا البلاء. على مستوى المضمون فهي مناسبة وطنية، وهي مناسبة لتفعيل دور المدرسة العمومية في كونها بصفتها ناقلة للمعرفة أولا وللقيم والمبادئ الوطنية للمتعلمين والمتعلمات. إذن تبقى المدرسة العمومية شريكا أساسيا في المشروع المجتمعي وفاعلا أساسيا في هذا المشروع، لأنها هي الضامن لترسيخ المبادئ كما قلنا والقيم الوطنية لدى المتعلمين. إذن الآن نمر إلى كلمة السيد النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظور والدرويش، الأستاذ سعيد طباس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة تخليد الذكرى 77 لتقديم وثيقة مطالبة الاستقلال، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل وكافة أطر الثانوية التأهيلية تحسين لإقليم الناظور على هذا التنسيق مع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة تحرير النصار
على تنظيم هذا النشاط الذي سيعرف من خلاله الأجيال الصاعدة وتضحية الجسام التي قدمها الآباء والأجداد في سبيل الحرية والاستقلال. والآن مع نص كلمة النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين والجيش التحريري الإقليمي النادور والدلوشي. يخلد الشعب المغربي وفي هذا اليوم الأغر في أجواء مفعمة بأريج الإيمان وبعبق الروح الوطنية وقيم المواطنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة تخليد الذكرى 77 لتقديم وثيقة مطالبة الاستقلال، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل وكافة أطر الثانوية التأهيلية تحسين بإقليم الناظور على هذا التنسيق مع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفضاء الذاكرة التاريخية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته. بمناسبة تخليد الذكرى 77 لتقديم وثيقة مطالبة الاستقلال، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل وكافة أطر الثانوية التأهيلية تحسين بإقليم الناظور على هذا التنسيق مع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة التحرير بالنصار على تنظيم هذا النشاط الذي سيعرف من خلاله الأجيال الصاعدة وتضحية الجسام التي قدمها الآباء والأجداد في سبيل الحرية والاستقلال. والآن مع نص كلمة النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الإقليمي الناظور والدلوشي. يخلد الشعب المغربي وفي هذا اليوم الأغر في أجواء مفعمة بأريج الإيمان وبعبق الروح الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية والملتزمة. ذكرى حدث تاريخي مشهود يجسد أروع أوج الوعي الوطني وعمق التلاحم والترابط بين العرش العلوي الأبي والشعب المغربي الوفي، ذودا عن حمى الوطن وحياده ودفاعه عن مقدساته وثوابته. إنها الذكرى 77 لتقديم وثيقة مطالبة الاستقلال التي تعتبر محطة تاريخية ومنعطفا مفصليا وحاسما في مسيرة الكفاح الوطني الذي قادها العرش العلوي المجيد بالتحام وثيق مع الشعب المغربي الوفي من أجل تحقيق الحرية والاستقلال. ونحتفي اليوم بهذه الذكرى وبلادنا تعيش كسائر بلدان العالم ظروفا دقيقة واستثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا. جسدت ذلكم الترابط وذلكم الميثاق التاريخي والعهد النضالي بين الملك المجاهد وقادة الحركة الوطنية لخوض غمار معركة المطالبة جهرا وبالملموس بالاستقلال الوطني. لقد خاض الشعب المغربي غمار انتفاضات ومواجهات ضارية ومضنية رافضا معاهدة الحماية المفروضة عليه، حيث اندلعت معارك ومواجهات بطولية بالأطلس والريف والصحراء وفي عموم جهات مناطق المملكة لإنهاء وضع السيطرة الأجنبية على سيادة الوطن وخيراته. ورغم حملات القمع والتنكيل التي شنتها سلطات الحماية ضد الشعب المغربي وقواه الحية، فقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة أبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور إلى محمد الخامس طيب الله مثواه، الذي اغتنم مناسبة انعقاد مؤتمر ألفا بالدار البيضاء في 13 يناير 1943 للإعلان عن مطلب الاستقلال المغرب الذي نال تأييد الدول الحلفاء، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي روزفلت أن مطامح المغرب في التحرر والسيادة هي مطالب مشروعة، معترفا بالدور الرائد والكبير الذي اطلع به بدعم ومؤازرة الحلفاء ضد الغزو النازي إبان الحرب العالمية الثانية. وقد تكثفت وتواصلت بين القصر الملكي وطلائع الحركة الوطنية إلى أن أثمرت مبادرة تقديم وثيقة مطالبة الاستقلال التاريخية في صيغة تعاقدية وتشاركية بتشاور مع جلالة المغفور إلى محمد الخامس قدس الله روحه، حيث تم إعداد الوثيقة بتشاور وتناغم مع جلالته الذي كان حريصا على أن يجسد مضمونها طموحات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي. وكذلك تم إدخال التعديلات الضرورية
على نص الوثيقة واختيار الشخصيات التي تكلفت بتقديمها في صيغتها النهائية إلى الإقامة العامة للحماية الفرنسية، كما سلمت نسخة منها إلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكما وجهت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفيتي آنذاك بالمغرب. لقد استقبلت الجماهير المغربية مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بحماس كبير، معبرة عن تأييدها ودعمها للحركة الوطنية ولطلائع المناضلين الأفدال بخروجها الحاشد إلى الشوارع بعدد من المدن المغربية. وما لبثت قوات الاحتلال أن تصدت بكل وحشية في الرباط وسلا وكناس وفاس وغيرها من المدن، وكانت حصيلة هذه الانتفاضات الشعبية ثقيلة بسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعطوبين بالرصاص السلطات الاستعمارية في مظاهرات 29 و 30 و 31 يناير 1944. وقد أبى جلالة المغفور إلى محمد الخامس رضوان الله عليه إلا أن يواصل تحديه مواجهته للإقامة العامة للحماية الفرنسية بزيارته لمدينة طنجة في 9 أبريل 1947، حيث ألقى خطابه التاريخي الذي جدد فيه مطالبة المغرب بالاستقلال، كما شدد رحمه الله على هذا الحق المشروع خلال الزيارة الرسمية التي قام بها للديار الفرنسية في أكتوبر 1950، مما جعل الصراع يشتد ويحتدم بين القصر الملكي وسلطات الإقامة العامة التي لم تتردد في تنفيذ مؤامرتها النكراء بنفي السلطان الشرعي عن خارج الوطن في 20 غشت 1953، لتندلع بذلك بملحمة ثورة الملك والشعب المباركة التي تكللت بالعودة المظفرة لأبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال إلى أرض الوطن، معلنا إشراقة شمس الحرية والاستقلال. وقد أدى حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى قلب أوراق وحسابات السلطة الاستعمارية لتزامن صدور هذه الوثيقة التاريخية مع الظروف الصعبة التي كانت تجتازها الحماية الفرنسية داخليا ودوليا، وانشغالها بالتطورات ومجريات الحرب العالمية. كان من نتائج هذه الظرفية أن فشل المستعمر في إحكام الطوق على المغرب والسيطرة على حركة المقاومة الوطنية المتأججة وإخماد جودة الانتفاضات الشعبية التي عمت سائر أرجاء الوطن. وقد بلغت المواجهة أوجها حينما أقدم المستعمر على نفي رمز السيادة والوحدة الوطنية في غشت 1953 وبمعية رفيقه في الكفاح والمنفجرات المغفور إلى الحسن الثاني والعائلة الملكية الشريفة، غير أن الشعب المغربي تصدى لهذا العدوان السافر بقيامه بانتفاضات عارمة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وهكذا اندلعت المقاومة السرية التي أعطت طلاقتها بطل الحرية والاستقلال، فتكونت الخلايا والتنظيمات التي تعبأت وتجندت من أجل تحقيق شكرا للأستاذ سعيد طبازة. في الحقيقة هذا الشخص على المستوى الشخصي فهو لا يدخر أي جهد في دعم كل الأنشطة التعليمية، خاصة التي تتعلق بالقضايا الوطنية.
كما قال الأستاذ سعيد، فهذه الأجيال السابقة أجداد والآباء خلدوا ملاحم وطنية، خلدوا ملاحم. نعتذر على هذه المشاكل التقنية. إذن كما قلت، فإن الأجداد والآباء خلدوا مجموعة من الملاحم الوطنية، والآن دورنا نحن كأساتذة وكأطر تربوية هو أولا نقل هذه الأحداث أو تعريف التلاميذ والمتعلمين الأعزاء بهذه الأحداث التاريخية. ثم ما الهدف من هذا الاستحضار الماضي؟ هو استشراف المستقبل، حتى هذا الجيل يبني هو بدوره مستقبله ويحافظ على هذه الأمجاد وهذا الترابط بين الشعب والعرش العلوي. إذن أجدد الشكر للأستاذ سعيد طبزة بشخصه وصفته، وأمر إلى كلمة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، ويلقيها نيابة عن المديرة الإقليمية الأستاذ محمد المختاري، فليتفضل مشكور. بسم الله وحده والصلاة والسلام على رسول الكريم. باسمي وباسم المديرة الإقليمية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الكريم. باسمي وباسم المديرة الإقليمية للتعليم وباسم كافة أطر وزارة التربية الوطنية بمديرية التعليم بالناظور، هي وسائل مهما كانت، وانخراطه من كل في مسيرة النضال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الكريم. باسمي وباسم المديرة الإقليمية للتعليم وباسم كافة أطر وزارة التربية الوطنية بمديرية التعليم بالناظور، أقدم الشكر الجزيل للثانوية التأهيلية طه حسين على هذه المبادرة الوطنية الشيقة. إذن كما تعلمون، يخلد الشعب المغربي اليوم ذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تصادف
16 يناير من كل سنة، وهي محطة تؤرخ لمنعطف حاسم ومحطة مشرقة في مسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي من أجل نيل الحرية والاستقلال. وقد دشن هذا الحدث الذي تم ترسيخه بماء من ذهب في تاريخ المغرب عهدا جديدا من خلال إبرام اتفاق تاريخي بين بطل التحرير الملك الراحل المغفور له محمد الخامس وقادة الحركة الوطنية في تعبير عن الإرادة المشتركة للعرش والشعب لإنهاء الحماية والشروع في بناء مغرب حر ومستقل. ويحتفل المغاربة بهذا اليوم لكل سنة بكل مظاهر الاعتزاز والإكبار وفي أجواء التعبئة الوطنية العامة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس. إذن ففي مثل هذا اليوم كذلك من سنة 1944 قدمت وثيقة المطالبة بالاستقلال لبطل التحرير الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه، وسلمت نسخة منها للإقامة العامة ولممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا للرباط، كما أرسل نسخة منها إلى ممثل الاتحاد السوفيتي. وقد شكلت وثيقة المطالبة بالاستقلال ارتباطا بسياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها ثورة وطنية حقيقية جسدت وعي المغاربة وتمسكهم بالكرامة والسيادة، وأعطت دليلا قاطعا على قدرتهم وإرادتهم الراسخة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم خارج أي وصاية مهما كانت، وانخراطهم الكل في مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي حتى تحقيق النصر. وبهذه المناسبة أقدم الشكر الجزيل لأطر ثانوية التكلينية طه حسين وعلى رأسهم السيد المدير وكافة الأطر التربوية أساتذة وأستاذات والتلميذات والتلاميذ، وإلى شركاء المؤسسة وعلى رأسها جمعية الأحباب. دمتم لناشئتنا قدوة ومزيدا من العطاء ومزيدا من تقديم الدروس في القيم الوطنية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد المختاري. ونحن بدورنا كأساتذة وكأطر تربوية وبمعية التلاميذ وتلميذات طه حسين نشكركم على هذا حسن التدبير فترة الدخول المدرسي والدورة الأولى خاصة من خلال هذه الجائحة. إذن شكر جزيل وجديد الشكر لكل أطر المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بالناظور. والآن مع كلمة السيد مدير ثانوية طه حسين الأستاذ جمال فوزي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظور ودريوش، السيد ممثل المديرية الإقليمية للتعليم، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، السيد ممثل جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، عزيزاتي التلميذات وأعزائي التلاميذ، متتبعات ومتتبعي الصفحة الرسمية لثانوية طه حسين التأهيلية بالناظور، نرحب بكم جميعا في هذا النشاط التربوي الهادف بمناسبة ذكرى غالية علينا جميعا
إنها الذكرى 77 لتقديم وثيقة الاستقلال أو لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والذي يصادف 11 يناير من كل سنة. هذه الذكرى نحتفل بها هذه السنة في ظروف الوباء رفعه الله علينا أجمعين، جعلتنا ننظمه عن بعد بهذا الشكل. ذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال هي حدث تاريخي راسخ في الذاكرة الوطنية يحتفل بها المغاربة قاطبة في 11 يناير من كل السنة، وهذه السنة نحتفل بها اليوم مع نادي الذاكرة والتراث بالمؤسسة، والذي يشرف عليه الأستاذ الكريم منير كلخا، الذي ما فتئ يستثمر مثل هذه المناسبات للتذكير بعزم المغاربة وإصرارهم ملكا وشعبا في مواجهة أطماع الطامعين ومدافعين عن وجود بلدنا الحبيب ومحافظين على مقوماته ومقدراته وهويته ووحدته. هذه الذكرى نحتفل بها هذا العام بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لنقول بأن الذكرى هي ذكرى غالية عزيزة علينا، نذكر بها بعضنا البعض من أجل أخذ العبر، ومن أجل التفكير في تضحيات آبائنا وأجدادنا. مرة أخرى أجدد الترحاب بالضيوف الكرام، وأجدد الشكر مرة أخرى لنادي الذاكرة والتراث وأعضائه والأستاذ المشرف، كما أوجه شكري أيضا للأستاذ القدير يوسف بن عمار الذي يواكب الإدارة التقنية لهذا النشاط. ونتمنى للجميع فرجة مفيدة وممتعة مع فقرات هذه الصبحية وهذا النشاط وهذا الحدث الهام، والذي نتمنى إن شاء الله أن نستفيد منه وأن يفيد الجميع. شكرا مرة أخرى لكم جميعا، وأحيل الكلمة إلى الأستاذ منير كلخا لبقية الفقرات. شكرا جزيلا لكم. شكرا للسيد المدير أستاذ جمال فوزي. في الحقيقة هي صبحية باردة جدا من حيث الحرارة، وقد أزعجنا اليوم الأستاذ يوسف بن عمار أستاذ مادة الإعلاميات، وسيلقي الآن كلمة بصفته عضو بجمعية آباء التلاميذ. نجدد له الشكر الجزيل على إدارته التقنية لهذه الندوة عن بعد، فليتفضل مشكورا أستاذ يوسف بن عمار ليلقي كلمة باسم جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية طه حسين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تربوية، تحية نضالية لجميع لكل من يسهر على مصلحة التلاميذ في ثانوية طه حسين. تحية إجلال إلى الأستاذ منير كلخا منسق نادي الذاكرة والتاريخ على مجهوداته وعلى أنشطته الهادفة. تحية نضالية إلى السيد المدير مدير ثانوي طه حسين. تحية إلى كل ضيوف الأستاذ والنادي في هذا الحفل أو الاحتفالية بذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. في الحقيقة أنا كلمتي ستتمحور على
باسم سألقيها باسم جمعية آباء وأولياء التلاميذ الذي حيث كلفني الرئيس بإلقائها باعتباري عضو الجمعية. يعني شاءت الأقدار أن تكون هذه السنة أن تكون أنشطة المؤسسة عن بعد لانعدام يعني لاحترام يعني الاحترازات الوقائية لتفشي وباء كورونا. لكن يعني بمثل هذه يعني المبادرات استطعنا التغلب على هذا الوباء بدورنا، واستطعنا أن نساهم إلى جانب جميع المتدخلين الآخرين في تنشيط المؤسسة. نتمنى أن تتواصل هذه الأنشطة الهادفة، ونجدد الشكر لجميع الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية التي تشتغل في المؤسسة، الذين في الحقيقة يقدمون يعني ما لديهم من أجل إنجاح يعني الرسالة التي أتوا إليها، وهي تربية الأجيال. نتمنى أن تكون المؤسسة دائما في الطليعة، وأن تحافظ على مكانتها الرائدة في الإقليم وفي الجهة باعتبارها نموذجية بمعنى الكلمة. وهذا لم يأتي بالصدفة، وإنما نتيجة تراكم ونتيجة جهود المتدخلين في المؤسسة. ولعل الأندية التربوية أهم المتدخلين وأهم الشركاء، ولعل أيضا نادي الذاكرة والتاريخ بمثل هذه المبادرات يزكي ما نقوله. إذن تحية إكبار، تحية نضالية، تحية تربوية للجميع. إذن هذه الذكرى تأتي يعني كما يعرف الجميع، هي تتويج لنضالات الشعب المغربي التي بدأت بالمقاومة المسلحة، حيث يعني قام الأجداد بمقاومة المستعمر بما لديهم من قوة ومن عتاد. ولعل يعني مختلف المعارك التي واجه فيها أجدادنا يعني المستعمر يعني بأسلحتهم يعني المتواضعة، وفرضوا عليه يعني عدة يعني في معارك عدة يعني كأنوال، كبوغافر، كبدو، كالهري، إلى غيره في مختلف ربوع الوطن. إذن تأتي بعدها المقاومة الوطنية وجيش التحرير، وبعدها يعني شاءت الأقدار أن تتوج يعني ذكرى مطالبة بالاستقلال. هذه يعني هذا المسار النضالي للشعب المغربي، وفي الأخير لننعم باستقلال تحت الراية الوطنية بطبيعة الحال. ولكي أطيل وأترك الكلمة للأستاذ ومنسق النادي السيد منير كلخا أجدد شكري للجميع، وتحية إجلال ونضال وتحية تربوية خاصة إلى كل من يعمل لصالح هذه الثانوية. شكرا جزيلا سي منير، لك الكلمة سي منير. شكرا أخي يوسف وصديقي وزميلي سي يوسف، في الحقيقة كلمة مؤثرة جدا. وما يعني أثار انتباهي هو أن إضافة إلى كون هذه الاحتفالية تأتي يعني بمواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا في قضية الصحراء المغربية، فهو أيضا هي مناسبة للترويح عن التلاميذ والتلاميذ الثانوي والتحصين، الترويح من الناحية النفسية نظرا لما تمر به
أو ما يمر به العالم الجائحة، خاصة هذا الدخول المدرسي، وهذه الفترة كانت عصيبة جدا. لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل وتوجيهات الوزارة والمديرية الإقليمية وإدارة التنمية والتحصين وبتعاون جمعية الآباء والتلاميذ استطعنا أن أن ننجز كل الأنشطة التربوية، والآن ننجز أنشطة موازية في إطار الحياة المدرسية. وهذا دليل على أن المغاربة يشكلون عبر التاريخ استثناء. لم تستطع الدولة العثمانية أن تحتل المغرب مثل باقي المناطق. لم يستطع كما يقول جلالة الملك اللهم أكثر من حسادنا، لم يستطع أعداء هذا الوطن أن ينالوا منا. الحمد لله على نعمته بهذا الأمن وبهذه القيادة الحكيمة لجلالة الملك وهذا الشعب الوفي والمناضل. من حقنا اليوم كأساتذة وكتلاميذ وكمغاربة بصفة عامة أن نفتخر بوطننا. لذلك لابد من التعريف بهذه الوثيقة. ما هي أهمية هذه الوثيقة؟ وثيقة 11 يناير. إذن سنشاهد شريط قصير عن هذه الوثيقة، فلنتابع. إذن هي وثيقة مهمة جدا في تاريخ المغرب. استغل الوطنيون المغاربة الظروف الداخلية والخارجية لتقديم وثيقة الاستقلال. إذن من بين أدوار المدرسة المغربية هو نقل المعرفة العالمة إلى معرفة مدرسة. وبالتالي أثرنا خلال هذه الاحتفالية أن نستضيف باحثتين في مجال التاريخ، هما الأستاذة خديجة القباقبي اليعقوبي والأستاذة جويرية الغزاوي، وذلك أولا لإثبات دور المرأة في مواكبة كل القضايا الوطنية وتخليد الأمجاد الوطنية،
ثم مسألة أخرى حتى يتمكن المتعلمون تلميذات الأعزاء من استماع إلى مداخلات باحثين متخصصين في القضاء. المداخلة الأولى للأستاذة خديجة القباقبي اليعقوبي، وهي باحثة في التاريخ المعاصر، ساهمت في تأسيس أسست مركز الفكر للدراسات وحوار الثقافات، ومؤلفة كتاب المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأرشيف المخزني 1789-1912. الأستاذة خديجة القباقبي متخصصة من الناحية الأكاديمية في العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، واختيار هذا الموضوع من طرف نادي الذاكرة التاريخ واقتراح هذا الموضوع لم يكن صدفة، بل تماشيا ومواكبة للتطورات والمنعطفات التي تعرفها قضيتنا الأولى، قضية الصحراء المغربية، وما شهدتها من اعتراف دولي واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية. إذن للولايات المتحدة الأمريكية والمغرب علاقات تاريخية قديمة. سنتعرف خلال هذه المداخلة التي تحمل عنوان الإنزال الأمريكي وآثاره على الوطنيين والمغاربة على ملامح من هذه العلاقات. فلتتفضل الأستاذة خديجة القباقبي اليعقوبي مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عنوان مداخلتنا اليوم هو آثار الإنزال الأمريكي على المغاربة سنة 1942. تعتبر فترة 1942 فترة مهمة من تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية في ظل الحماية الفرنسية والإسبانية. فبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وانهزام فرنسا في الحرب، تم فرض نظام فيشي بالمغرب سنة 1941 مع ما ترتب من تهديدات لمصالح اليهود المغاربة وضرب للسيادة المغربية التي ضمنتها لهم معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906. تحركت المنظمات اليهودية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية، فكان موعدهم مع المغرب وعن قرب هذه المرة وهو مصطلح عليه بلفظ الإنزال الأمريكي للسواحل المغربية. كانت ظروف ما قبل الإنزال فرصة لانتشار المكثف لأعضاء الدبلوماسية الأمريكية وانتشار عدد كبير من نواب القناصل للإشراف على توزيع المساعدات ومنع تحويلها إلى ألمانيا، وهو ما مكنهم من التنقل بحرية، وبالتالي جمع كمية هائلة من المعلومات ساعدتهم على الإنزال بالمغرب وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال الأمريكيين الذين قاموا باكتشاف المغرب والإمكانات التي يتيحها لهم، مصرين في نفس الوقت على الامتيازات التي تمنحها لهم المعاهدات، خاصة مع تضاعف حجم معاملاتهم بالمغرب. تمكن الإنزال الأمريكي من الكشف عن دوافعه الأساسية سواء الاقتصادية منها أو الاستراتيجية، فمتابعة الأعمال الضخمة لإقامة القواعد الأمريكية سواء في الدار البيضاء أو الميناء اللوطي كانت دليل على نية الأمريكيين الاحتفاظ بمراكز بحرية متقدمة للتحكم والمراقبة، خاصة بعد ذهاب قوات الجنرال كراب واستمرار النشاط الأمريكي لخلق أكبر القواعد الأمريكية بإفريقيا من جهة النظر الجوية والبحرية، وهو كما كان يتوقعه غابرييل بيو. فبعد الحديث عن الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للإنزال الأمريكي، فلا ضرر من الحديث عن الجانب السياسي والأخلاقي والآثار الاجتماعية التي خلفه لدى المغاربة من اليهود والمسلمين. وهنا لابد من إبراز الأهمية التي أولتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة لكسر القصر والنخب المغربية آنذاك. فبعيدا عن القصر حاولت فتح طرق أخرى للتسلل منه إلى وسط المغاربة، مستعملين دعاية منظمة من طرف عملاء جعلوا من المطالبة بالاستقلال نقطة البداية، وشملت هذه الدعاية المدن والبوادي. ففي المدن عملوا على استقطاب اليهود الذين لا يزالون يحملون في أذهانهم قوانين فيشي العنصرية، وتحدثت تقارير الإقامة عن سعي التجار الإسرائيليين الكبار للاتصال بالأمريكيين ودعوتهم باستمرار في بيوتهم، وامتعاض أعيان المسلمين بالمدن حول الأمريكيين وعلاقتهم بالإسرائيليين والإسرائيليات على الخصوص. أصرت فرنسا على السلطات الأمريكية
للإلحاح على جنودها الوافدين حديثا أو العابرين على احترام المشاعر والتقاليد الإسلامية، والتحذير من الحركات العفوية أو العنيفة التي يمكن أن تمس مشاعر المسلمين مخلفة حقدا دفينا أو حذرا عدائيا. انتشرت بعض الامتعاضات تجاه سوء التعامل مع المسلمين مع بداية الإنزال، خاصة بعد مقتل أحد المسلمين إثر سرقته للخبز بالحي الأوروبي إحدى المخابز الأوروبية الموجهة للأمريكيين بمراكش، وألحقت باليهود تهمة القيام بدعاية مغرضة ضد المسلمين والفرنسيين على السواء، وكانت سلطات الحماية تشك أنها نتيجة دعاية منظمة. مباشرة بعد ذلك قامت البلديات بالرفع من عدم المرشدين في وسط المسلمين للتقليل من الأحداث التي كانت تقع بين الفينة والأخرى بين الساكنة والجنود الأمريكيين. ففي مراكش قام الصليب الأحمر الأمريكي بتوزيع الحليب الساخن كل يوم على 5 مراكز والملاح، وشمل ذلك ما يقارب 6500 طفل، وكان لهذه المناسبات أثر كبير على الصعيد الشعبي والسياسي. كما وزعوا الأثواب على أطفال المدارس، وخلف ذلك ابتهاجا عاما. وبعد مرور شهرين من الإنزال الأمريكي سجلت التقارير الفرنسية امتعاض لدى عدد كبير من الأعيان من المدن من توزيع منشورات الدعائية الأمريكية. كما سجل تحفظ الوطنيين المغاربة بخصوص الأمريكيين، بل يذهب البعض منهم إلى مؤاخذة أولئك الذين لهم علاقات مباشرة منهم، كما كانوا يتخوفون من الإشاعة القائلة بكون الأمريكيين يتقربون من المخزن بهدف أخذ مكان الفرنسيين بعد الحرب، خاصة بعد زيارة الجنرال كلارك للباشا التهامي الكلاوي واستقبال هذا الأخير لشخصيات أمريكية أخرى. ركزت التقارير حول تحول هذا التحفظ إلى انفتاح وفرح شديدين بعد زيارة إلى الرباط مباشرة لعدد من القادة الوطنيين، كحالة القائد العيادي والذي بعد عودته من الرباط يوم 15 أبريل 1943 أظهر إعجاب شديد ومفاجئ بالأمريكيين. على المستوى السياسي، فبعد الإنزال كانت القضية التي تهم المغاربة هي اليهود، فوحدة صفهم في هذا الموضوع معروفة. وإذا أقدم الأمريكيون على مساندة اليهود على حساب الفئات المسلمة سيؤدي ذلك إلى الحذر من طرف المغاربة والمسلمين على العموم. وقد أخطأ اليهود باعتبار قدوم الجنود الأمريكيين، كما لو أنه بهدف مساعدتهم وحدهم فقط، في حين كان بعض المعتدلين منهم يرون أنه لا بد من التحفظ بهذا الخصوص. وفي الوقت الذي استمرت به بعض الأحداث الناتجة عن تعاطي الطفول والنساء، اتخذت القادة الأمريكيون التدابير الحازمة في المراقبة واستهلاك الكحول لتفادي أحداث جديدة بأسفل مثلا. كما كانت علاقة اليهود واليهوديات بالأمريكيين لا زالت تستمر في إثارة مشاعر عدد كبير من المسلمين. دفعت الطائفة اليهودية ساكنة الملاح لإظهار بعض التحفظ تجاه الأمريكيين. أما في البوادي فكان سكانها لا يتوفرون على الإضاءة، لا شموع ولا غاز، وتوزيع الأثواب كان قليل كذلك، وكان سكانها يعانون من شظف العيش. وكان الأمريكيون يلقون باللوم المسؤول على الفرنسيين بتجويع الأهالي والاحتفاظ بالمساعدات الأمريكية للفرنسيين فقط. كان الانبهار بالأمريكيين جزءا من الحياة اليومية للمغاربة بعد الإنزال، وأحدث دينامية ملموسة في حياتهم اليومية. وطبق أغاني حسن السلاوي أحسن شاهد على ذلك الأثر العين الزرقاء جدت الخير في حياة الفئات الشعبية. أما في النخب فنجد أمثلة متعددة عن شراء المغاربة لسيارات جيب وعربات رباعية الدعم والعربات المسطحة بالسلاسل وزنجيز ومنزوعة السلاح طبعا، والتي لم تتأخر سلطات الفرنسية في حشدها، والتي كانت تمثل تهديدا بصفة أو أخرى، وتم اعتبار ذلك يدخل في إطار معركة التحرير، خاصة وأن هذه الممارسات تمت بعد بضعة أشهر من تقديم عريضة الاستقلال في 11 يناير 1944، لتبدأ مرحلة جديدة من نضال المغاربة للحصول على استقلالهم، ويكون للأمريكيين أدوار تم ذكرها في مناسبة سابقة. وشكرا. شكرا للباحثة خديجة إطباق بن يعقوبي لهذه المداخلة مقتضبة والموجزة لكنها القيمة. في الحقيقة عجبتني تلك العبارة
مول عين الزرقاء جاب كل خير. في الحقيقة فعلا مول عين الزرقاء جاب كل خير، ونتمنى الخير لهذا البلد الآن في إطار هذه الاحتفالية بالذكرى 77 لتقديم وثيقة الاستقلال ينظمها نادي الذاكرة والتاريخ بثانوية التحصين التأهيلية. أثارت مجموعة من أو فضلنا مشاركة مجموعة من المتعلمين والمتعلمات، وسنتابع الآن مشاركة التلميذة النجيبة بثانوية أو التي تدرس بثانية علوم اقتصادية، التلميذة أميمة الوركي، حيث قامت بإبداع فني رقمي، وهو عبارة عن مونتاج لفيديو أو لشريط قصير يدل على تشبع التلاميذ المغاربة بالناظور بملاحم الأجداد وبالأحداث الوطنية الخالدة. فنشاهد هذا الشريط للتلميذة أميمة الوركي. أجدد الشكر للتلميذة أميمة الوركي على هذا الإبداع الرائع، وكذلك أجدد الشكر لكل أعضاء نادي الذاكرة والتاريخ بثانوية التحصين، وكذلك للتلميذة نسرين أغودان التي واكبت هذه الاحتفالية عبر تقنيات المونتاج والإبداع الرقمي. إذن نمر إلى المداخلة الثانية والأخيرة في هذه الاحتفالية، وهي للباحثة جويرية الغزاوي، الإطار بفضاء الذاكرة ببني نصار. الأستاذة جويرية متخصصة في تاريخ شمال المغرب، وستشارك معنا اليوم بمداخلة موسومة بالتحولات السياسية التي عرفتها الحركة الوطنية خلال فترة الثلاثينيات، ونعتذر لها كثيرا على
إشكال وقع في هذا الفيديو تم إرساله، وستكون هناك مداخلة كاملة لمن يريد الاطلاع عليها بصفحة فضاء الذاكرة ببلنسار، فلتتفضل مشكورة.
شكرا للباحثة جويرية الغزاوي. في الحقيقة فإن ضعف الصوت هو من المصدر، ولكن يمكن الاطلاع على المداخلة كاملة بصفحة فضاء الذاكرة لبني نصار. إذا الآن قبل أن نختتم هذه الاحتفالية أجدد الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية من متعلمين، تلاميذ، تلميذات، أعضاء نادي فضاء الذاكرة، أستاذ يوسف بن نعمار، تلميذتين أميمة الوركي ونسرين أبودان. على مستوى المؤسسات أجدد الشكر للمندوبية أو للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، وللنيابة الإقليمية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ولجمعية آباء وأولياء التلاميذ، ولفضاء الذاكرة بني نصار، وللصديق مصطفى الهراوي ويوسف بن نعمار. إذن سنختتم هذه الاحتفالية بأغنية عنوان بلادي
قامت التلميذة أميمة نوركي بإنتاجها في شكل آخر عبر تقنية المونتاج. إذن لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. نجدد الولاء والبيعة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، ونجدد الوفاء لهذا الوطن. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء. السلام عليكم.